خلاف حاد بين الشيخ الدكتور شمران العجلي والدكتور محمد التيجاني. في السقيفة استشهدوا بالنص العلي. مثلا أمس الدكتور حسين الشامي قال المشكلة في الذين حضروا، لم يستشهد أنهم قالوا، ما قالش أنهم هم استشهدوا ب أو أخفيت، لكن قال كان هناك ناس متآمرون على الإمام علي ولذلك لم يريدوا أن يعني أرادوا الإسلام. يعني كانت هناك حجة أخرى. هي مش ما نقول تآمر، ما نقول تآمر. نعم. أنا بدأت في حديثي قلت هناك تياران في أصل الرسالة. تيار فهمنا. اسمح لي. نريد النص يا شيخ. هو مبنى أنا ليش بدأت فيه؟ عشان أبني عليه. طيب تفضل. أنا بدأت فيه. طيب أنا عشان أبني عليه. إذا هذا السؤال الرئيسي جاوب عليه في دقائق حتى نعترض للرسالة. تيار يؤمن بالنص وتيار يؤمن بالاجتهاد. فهكذا الصحابة بعض الصحابة اجتهد مقابل النص. وحتى المسعودي. هل قرأت في الكتب ما قاله الدكتور شمران أن الأمر مجرد اجتهاد؟ لا، لم يقل أحد من أئمة الشيعة من علماء الشيعة، لم يقل أحد منهم أن هذا كان اجتهادا منهم، ولكن فضيلة الشيخ يريد بل قالوا هذا غصب للخلافة ولذا سموهم الجبت والطاغوت. هل تأذن لي بأن نسأله بس في النقطة دي؟ تفضلوا. دكتور شمران. نعم. ماذا يقول جمهور العلماء والكتاب الإمامية في أمر السقيفة؟ أنا سمعت منك قولا لم أقرأه في الكتب، يعني هل هم على مذهبك في تأويلك أم أن غالبيتهم على مذهب آخر في تفسير ما جرى؟ فعلماء هذا المذهب ماذا يقولون؟ يقولون منهم السيد العظيم عبد الحسين شرف الدين الموسوي. نعم. في كتابه النص والاجتهاد. نعم. النص والاجتهاد يذكر ذلك، وفي كتابه المراجعات يذكر ذلك النص والاجتهاد، وكتاب المراجعات يذكر أن هذا اجتهاد. نعم. اجتهاد في مقابل النص، ويأتي بعدة أحداث وبعدة مواقف يجتهد بها أو فيها الصحابة مقابل النبي. نقطة. النقطة الثانية أن النبي لا يجتهد، النبي مش مجتهد، المجتهد هو الذي يحاول استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. استنباط، هو يجتهد، هو يستخدم. يا عباد الله، يا مسلمين في كل أنحاء العالم. نعم. ما هي السقيفة؟ السقيفة معروفة عند كل بيت عندنا في قفصة وفي تونس وفي العالم أجمع. ماشي قصر مؤتمرات ولا نادي اجتماعات. السقيفة حاضر فيها سعد بن عبادة ومعاه 3 ولا 4 من جماعته، وحاضر فيها بشير بن سعد الأنصاري عنده 3 ولا 4 من جماعته. هم لما سمعوا بالمؤامرة أن قريش ترفض الإمام علي قالوا إذن نحن أهل البلد احنا أولى بالخلافة من أي واحد، وإذا ما حبوش المهاجرين نطردوهم من بلادنا. هكا كان الأمر. وبعد ذلك عمر هو اللي بايع أبو بكر. طيب أنت لا تتكلم عن مؤامرة، عن مؤامرة وجدت لي. أنا أتكلم عن مؤامرة بالفعل فعليا، لا أحسن من ذلك لومة لائم. طيب يا أخي البلوش بذلك. بس أحب أن أوضح للدكتور التيجاني أنه يرفع هذه الكلمة، كلمة المؤامرة، يجعل عنوان الموضوع مش المؤامرة. يعني أنت لا لحظة هذا مؤامرة. هذا قد تؤدي، هذا رأيك، قد تنعكس على المسلمين في العالم. لا لحظة، لا تنعكس على المسلمين في الأقطار العربية. يا دكتور فليرفع هذا المصطلح. يا دكتور لا يضعها بعنوان آخر. دكتور هذا أنه اجتهاد وهذا يا دكتور شمران. يا دكتور شمران لو تجوز وقت ثانيا لا تخف. الحمد لله على أن هناك مؤامرة دارت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد تنصيب الإمام علي عليه السلام في غدير خم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كشف هؤلاء المتآمرين لحذيفة بن حديث الدكتور التيجاني. نعم. هو اجتهاد في فهم التاريخ. نعم. اجتهد في فهم التاريخ، والتاريخ لم اجتهد في فهم التاريخ، انا ادز نصوص قرآنية ونبوية ومواقف بطولية لفاطمة وعلي وكل الصحابة حبيبي. لا اجتهد انا يا استاذ ارجوك. ما تقول اجتهد التيجاني، ما اجتهدت انا، ما قريت عليكم الا النصوص الثابتة. لا تضيعوا الجلسة بالتهريج. التزموا بالوقت والا اسحقكم جميعا. لا لحظة، التزموا بالوقت. لحظة تفضل. وأنا أقول أن الدكتور التيجاني هو اجتهد في فهم التاريخ، أمامه أحداث تاريخية حقق فيها وتوصل إلى نتيجة هو يراها بهذه الصورة، بهذه المؤامرة. أما أنا فأقول بأن الصحابة حينما اجتمعوا في السقيفة هو اجتهاد كما قلت في أول جلسة،
اجتهاد للأصلح، أنهم يرون أنه من الأصلح أن يسرعوا في بلورة الخلافة، بلورة الإمامة، من هو الخليفة، من هو الإمام، خوفا من الفتنة. لذا حينما ردت الزهراء عليه السلام عليهم قالت ألا في الفتنة سقطوا. فإذن هو اجتهدوا بأنه هذا ضد الفتنة، يجنب المسلمين الفتنة، فلنسرع في بلورة الخلافة قبل أن يرتد الناس، وقبل أن يحدث ما يحدث في الإسلام. وكثيرا ما أقول كثيرا ما اجتهد عمر واجتهد أبو بكر باتجاه النص كما قلت في الحديث الأول، فهو اجتهاد. فبعض يعني إذا كان التيجاني يرى أنها مؤامرة، هذا اجتهاد فهم التاريخ. طيب أنا فهم النص. أريد اجتهادك. هل كلام التيجاني ده مثلا أنا عارف، أنا دا أقول أنه اجتهاد فهم التاريخ، صحيح ولا غلط؟ والتاريخ حدث. هذا صحيح ولا غلط؟ لا أنا لا أقول توافقه كل يجتهد فهم التاريخ، المجتهدون متعددون. طيب هل توافق هذا الاجتهاد؟ أقول اسمح لي أنا لازم، أنا مهمتي كمان مش محاكمة، مش إيه أو لا، مش نعم أو لا، لكن مش قبلته ما قبلته، حتى نقدر هكذا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية لا يمنع ذلك، لا يمنع أن نجتهد في التاريخ، لا يمنع ذلك. أنا مضطر ذلك أن الصحابة كل الصحابة بقدسية. يا دكتور شمال الله يرضى عليك، من البحث التاريخي. دكتور شمال الله يرضى عليك، أنا عارف. لا اسمح لي أن أكمل. لا أنا أدعك تكمل، لكن طبعا مهمة الحوار أن يدور الحوار في النقاط المحددة. اسمعني، لا يوجد أحد على هذه المائدة منعك من تقول أي شيء، وقد قيل يعني قال التيجاني الآن كلام واضح. فأنا أريد اجتهادك أنت، لأنه لو أخذنا بنظرية البلوشي مجتهد والتيجاني مجتهد وأنت مجتهد وأنا مجتهد وكنا مجتهدين، ما في لازمة للحوار. لا كل اجتهاد. لا أنا فاهم. لا نحن الآن نقلب الاجتهادات. لا يعني أنا ملزم بأن أوافق التيجاني. هذا خلاف. هذا عقيدة الشيعة. حينما أقول لا، هذا الذي يقوله عقيدة الشيعة الاثنا عشرية الرافضة منذ 1000 عام. لا أنا هديك فرصة كاملة، لكن لو قطعت الآن حسب من وقتك. لا هذه ليست عقيدة الشيعة بأن هذه مؤامرة. أقول هذا كلام التيجاني ليس كلام الإمامية. لا ما في، مش عقيدة الشيعة. يعني كلامه مخالف لقول الشيعة؟ مش مخالف، بس أقول هذا اجتهاده. يعني ما في، هذا لا يستقيم. أنا أقول وراه. نعم يا تيجاني. أعطيني كلمة خرد عليها الشيعي هذا اللي يتكلم. رد. أنا ما تعرفني، أنا ناتر. إنسان حيادي، لا شيعي لا سني، نقول الحق. هذا الشيعي يستعمل في أسلوب غير منطقي، يقول التيجاني يجتهد. أنا ما اجتهدته، لم اجتهد. انا جبت لكم نصوص من القرآن والسنة النبوية على لسان رسول الله، وكلام علي، وكلام لم تذكر مصدرا واحدا، وكلام سعد بن عبادة، وكلام عمر نفسه. لم تذكر مصدرا واحدا الى الان. اين مصادرك؟ كويس انك رديت على الدكتور شمران حتى يكون امر واضح. الدكتور شمران اقول لك طب راشد يتخذ موقفه. لان هذا الحوار لن يتقدم لو انه كل واحد حاول يعني يجامل كل الناس، اختلف او اتفق. ما نجاملش، انا الواقع. طيب اوكي. الان والنار الدكتور تيجاني نصوص صريحة. دكتور تيجاني عليها مرة أخرى. ويكفي أن جنابك تقول إن الصحابة اجتهدوا في مورد النص. دكتور تيجاني في البداية يترضى عنهم، ثم يقول يتآمرون، ومن قبل غيرك قالوا أصحاب مصالح. هذا التناقض بينكم دليل على أنكم لستم بشيء. لو كنتم على شيء لاتفقتم بالكلمة. وأنت تهدف الإسلام